دلوقتي يا حبايبي احنا هنعمل المندي في حله واحده اللي هو مندي الفراخ. حطيت معلقه سمنه كبيره وانزل عليها برضو بمعلقه زيت كده، واسيب الحله تسخن جامد عشان انزل الفراخ اديها صدمه وتحميره حلوه كده وهي نيه عادي، واكمل بقيه الخطوات. لا تفضل سخنه تديها تتقفل اللسان. ما ننزليش الحاجه مره واحده، يعني كل شويه ننزل حاجه. بسم الله. الفراخ طبعا مغسوله ومحطوطه مع محلول النقع، خل، ربع كوبايه خل، ليمونتين، نص كوبايه ملح، 3 معالق سكر. سبتها بتاع 4 ساعات. فراخ مغسوله وزي الفل برضو. ودلوقتي يا حبايبي اهو انا اديتها تحمير على الوشين. هبتدي بقى انزل عليها بقيه المكونات. اول حاجه هي بدل ما خدت التحميره دي بصلايه وسط مقطعاها كده مكعبات صغيره وانزلها عليها. دلوقتي يا حبايبي اهو بعد ما نزلت البصلايه 5 دقايق كده دبلت، هنزل كام ورقه لورا، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كركم، 4 حبات قرنفل، شويه حب فلفل اسمر، وعود قرنفل، عود قرفه. واروح منزله كده المكونات دي كده تاخد تحميصه مع الحاجه وتدي ريحه حلوه. وبعد كده هنزل جزرايه كبيره مبشوره تدبل كده وتاخد من طعم الفراخ. وبرده اقلب كده وانزلها واخلطها بالمكونات كلها عشان تدبل. وبعد كده هنزل دي طماطميه جامده مبشوره ومعلقه هريسه شطه اللي انا مخزناها عندي في الفريزر، هتدي طعم حلو. انزلها كده انفرها كده بجميع الاتجاهات كده على الحله كلها. برضو ودي تقليبه عشان المكونات كلها تندمج مع بعضها. واجيب بقى دلوقتي معلقه صلصه كبيره وانزلها برضو كده عليها. عشان تبقى الفراخ بتاعتي بتدي طعم حلو وتدي اللون الاحمر الجميل اللي يغلي في الفرخه. طبعا كل دوت بيسرع من سوى الفراخ. انا اديتها تحميره وقفلت اللسان بتاعتها واديتها كل المكونات دي تدي الطعم الجميل. وبعد كده 5 دقايق كمان كده مع بعضها واروح من شايفين اهي الفراخ دخلت في السوا كمان، والتسبيكه حواليها الصلصه والحاجات اللي انا عاملاها ادت لون احمر جميل للفراخ اهي. وفي نفس الوقت اديته طعم حلو للرز لما انزله عليه. هبتدي دلوقتي انزل الميه المغليه زي ما قلت لكم عشان اكمل سوا الفراخ. بسم الله. ده اللي مطلوب بقى. شفتوا بقى الالوان والطعم والقيمه الغذائيه كمان اللي في الجزر، البصل، والطماطم، والاعشاب اللي حاطينها. دلوقتي انا هغطيها واسيبها بتاع 10 دقايق تكمل سوا الفراخ. بعد كده اشيل الفراخ واحط الرز في الخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي. ودلوقتي حبايب الفراخ اهي حوالي ربع ساعه قعدت على النار. هبتدي طبعا بقى استوت خالص. هبتدي كده اطلعها في حاجه هنا جنبي. بسم الله.
شايفين بقى الصوص اللي هي ايه نتيجه الحاجات اللي احنا عملناها ده، حوالي فيها حوالي كوبايتين ميه. هروح جايبه بقى الرز بتاعي. الرز اهو رز بسمتي اللي حبه رفيعه الطويله دي، 3 كوبايات رز هنزلهم على الخلطه بتاعتي دي. بسم الله، واقلبها كده كويس، واجيب طبعا كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين ميه عشان تستوي. دول طبعا قلت لكم نتيجه البهاريز والحاجات الميه اللي استوت فيها الفراخ بتاع كوبايتين، يبقى هنزل عليها 4 كوبايات ميه مغليه عشان دول 3 كوبايات رز. ادي 1 2 3 4. على النار. اول ما تغلي الميه بالمكونات ديت على الرز هروح رصه الفراخ على وشها واغطي واسيبها ايه تاخد وقتها في السوا. دلوقتي الميه هي غلت على الرز، هعمل ايه؟ هنزل معلقه كاري حلوه كده، الكاري ليه طعم حلو وفوائد جميله، واروح منزله مكعبين ماجي يزودوا طعامه للرز ويحدقوا في نفس الوقت. مكعبين كده ماجي اللي هو الباودر ده، ومعاهم معلقه صغيره ملح عشان اظبط الحدق كله، واقلب كده كويس المكونات دي ببعضها، وارجع بقى ايه ارص على الوش كده الفراخ بتاعتي تكمل بقيه سوا. ياخد لها حاجه بسيطه يعني مع تسويه الرز يكون انتهى الموضوع. وانزل كده الفراخ واروح مغطيه الحله بتاعتي، واروح موطيه النار زي شمعه كده، الرز يتشرب والفراخ تستوي كويس جدا، وبعد كده يبقى انتهى ونغرف الطبق مع بعض. ودلوقتي حبايبي اهو الحمد لله الرز استوى وطفيت عليه والفراخ كمان استوت جدا. هبتدي بقى اطلع في حاجه كده الفراخ عشان اغرف الرز اللي قدامكم ونشوفه. بسم الله. طبعا انتوا شايفين الرز اهو ما شاء الله جوسي كده وجميل، الصلصه والجزر والحاجات فيه، الرزايه طريه وجميله. نغرفها بقى ونشوف الطبق النهائي.